ايه ماما الشراب ده؟ ده غالي جدا لعلمك. بقول لك يا فرح، ها؟ انا عايزك تجهزي لي الشنطه عشان بكره الصبح رايح البلد ان شاء الله، كام يوم كده. على فين العزم ان شاء الله؟ ما انا بقول لك رايح البلد. عندي شويه مشاغل هناك في البلد كده، وزي ما تقولي بزنس تريب. ها؟ بزنس تريب. بيزنس تريب فين يا بابا؟ في البلد عندنا حندوق كرومب. ايه؟ حندوق كرومبه. ايه حندوق الكرومبه دي؟ في بلد اسمها كده؟ طب هو يستغرب ماشي، انت مش عارف بلد ابوك؟ انا يا ابني من بلد اسمها حندوق كرومبه. اهلا وسهلا يا عم. حبيبي ربنا يخليك. طب اقول لك ايه يا عيد؟ احنا كلنا بقى زهقانين، ايه رايك ما تاخدنا معاك؟ لا 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 وانا رايح راس البر؟ لا لا، انا اولا بقول لك هبقى مشغول جدا ومش فاضي، دي نمره واحد عشان البزنس تريب اللي بقول لك عليه والمصالح اللي هناك. ثانيا الحقيقه مش حابب انكم تشوفوا الجانب التاني من شخصيتي، انا هناك عصبي قوي، بتعامل بشكل مش لطيف، يعني عيد اللطيف اللي هنا الحبوب اللي بيهزر والكلام ده مش هتلاقوه هناك، غلس قوي قوي يعني. والنبي يا عم عيد، والنبي عشان خاطر خدنا، ده تهاني والعيال كل شويه بابي عايزين نصيف، بابي عايزين نصيف، فخدنا معاك واحنا مش هنضايقك في حاجه، احنا هنبقى طول اليوم في البحر وانت وقت ما تخلص شغلك نرجع. بحر ايه؟ يا ابني بقول لك هبقى مشغول فعلا، مش فاضلكوا خالص يعني. وبعدين يا بابا، هو انت ليه بتقول ان انت هناك بتبقى عصبي وانت هنا شخصيه لطيفه وظريفه وفاكك كده في شغلك؟ يعني أنا ما اعرفش، انا هناك يعني انا حاولت اتعالج فعلا من الموضوع دوت، ليه بتعامل كده؟ الناس هناك ابسط بكتير جدا، ربنا يسهل يعني. حتى سعيد ابن عمي يعني بتعامل معاه بشكل مش لطيف خالص هناك، اللي بنزل عنده دايما يعني. طب والنبي خدنا يا شيخ، والنبي قول. عليه افضل الصلاه والسلام. والنبي يا جماعه والنبي يا عيد، والنبي. حاضر، عليه الصلاه والسلام. حاضر يا فرح، تعالوا معايا. طريق طويل قوي. عادل شكر فين؟ بابا، ايه يا حبيبتي؟ هي البلد دي اسمها ايه؟ حندوق كرومبا. طب معلش عشان انا حاسه بالغدر، هو انت خلفتني الاول ولا سميت البلد دي الاول؟ كدب خيبه، الحقيقه خلفتك انت الاول. حبيبي يا بابا. حبيبتي يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. يا حبيبي وحشني جدا. الله يخليك يا صاحبي. يا عيد، والله لو نعرف ان انتوا هتزورونا هنا في كفر حندوق كنا قمنا بالواجب وفرشنا الارض كروم. تسلم لي يا حبيبي، الله يبارك لك. يا عيد، انت زي ما انت ما اتغيرتش، حتى الطاقية ما بتقلعهاش. ايوه طب اهو. هاتها عشان بس الاولاد المنظر. وانت تقدر تاخدها من غير ما اقول لك خدها؟ لا، ما انا بستاذنك. طب خدها. مش هتاخدها يا سعيد، شوية مغلسات كده. مغلسات. طب عشان خدها خلاص. طب العب في دي يعني. شوية ملاسوحات كده. تلبس عشان المنظر ده من الاولاد. ترزع لي ولا ايه؟ اضربك زي زمان. خلاص اسكت. حاضر. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه الاولاد فين؟ ايوه اندهلك الولاد. يا اولاد تعالوا سلموا على عمكم عيد. الراجل ده بيعمل معاك كده ليه؟ هزر معايا يعني، يعمل ايه؟ لا انا همسكه اضربه اكومه في الارض حركه واحده بس من حركات مستر مياجي. لا لا، ما يستحملش، ده سنه كبير. اهلا. ده ميمون ابني، وده زومبا جوز بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده يا بومبا؟ هو احنا لابسين كده ليه؟ لا يا لا، ده مش احنا، ده غالبا اتنين تانيين ولا ايه؟ وحشتني يا ميمون، فين من اخر مره شفتك فيها لما نزلت البلد؟ ولا يا زومبي، امال الناس لما بيجوا حداني هنا بيقولوا انا نازل البلد، ولكن لما بيجي يروحوا الساحل يقولوا انا طالع الساحل. لان هم لما بيجوا نازلين من البلد بيبقوا جايين من البيت فيقول لك انا نازل البلد، لكن لما يجي طالع الساحل بيبقى طالع على الدائري فيقول لك انا طالع الساحل. بحر العلم، الله عليك يا زومبي يا ترعه المفهوميه. لا 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 لا, لا في حاجه غلط والله. انده لكم بقى تفاني بنتي. يا تفاني تعالي سلمي على عمك عيد يا بنت. مدي. دي تفاني بنتي مرات زومبا دي. ودول احفادي بكر ووعد. لو ما شكروا واحده عندنا. ايوه ايه ده؟ انا حاسه ان انا واقفه قدام مرايه الحمام. ويا ترى بقى زومبا تفاني مغلسه برضو عليك؟ نكد يوماتي. خالتك اسمها نجاة. انا باين المدام عندي عسل ولا ايه؟ كده
ودي مراتي مرح، يعني سعاده وبهجه. يا مراحم يا مراحم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. مدربة كاراتيه برضو؟ لا جود. بالجودة يا اختي. يعني هنفضل واقفين كده ولا ايه؟ ايوه، ده انتوا جيتوا والاكل بيتعمل حماتكم. هنفضل واقفين كده ولا اتفضلوا ايه؟ اتفضلوا، ده انتوا هتاكلوا اكل حلو قوي. هنفضل واقفين كده. لا هنمشي، هندخل جوه. يلا يلا اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلوا. اكيد انت بكره. ها؟ ده لماح برضه يعيش زي زمان. والله ما كان له لازمة التعب ده كله يا أستاذ سعيد. إيه ده؟ ده كتير قوي. وبعدين كل ده كرنب. أنا عمري في حياتي ما شفت كمية الكرنب دي. أنا كل علاقتي بالكرنب محشي الكرنب وسلطة الكرنب. معلش، اصل احنا هنا في كفر هندوق الكرنب اقتصادنا كله مبني على الكرنب. ايوه واضح طبعا. هو ايه ده يا عم سعيد؟ ده محشي بتنجال ملفوف بكرنب. وده؟ دي ورقه لحمه معموله في الخلاط كده بشويه سلطه بكرنب برضه. هو انتوا لما بيتبقى اكل عايزين تدوه لحد بتلفوه فرق كرنب برضه؟ ايوه بس لفه هدايا مش اي لف. اقول لك على مفاجاه، انا كمان ملفوفه بالكرنب. مش شايف الخضار؟ الله الله. وبعدين انتوا متضايقين ليه من الكرنب؟ فاكر يا عيد؟ فاكر ايام زمان؟ لا مش فاكر. لا فاكر لما كنت بسيبك تقول الاذاعه المدرسيه واطلع من فوق ارمي عليك ميه كرنب من الدور الثاني. تافه قوي. ايه ده؟ سوري، راجل تافه قوي. والله يا مدام كل يوم ارمي عليه ميه الكرنب من الحضانه للثانويه. ما تحكي لهم يا الحاج لما دقلكتوا في الترعي. لا عيب ما اقدرش اقولها دي. ولا يابا لما كان في الغيط وسيبت عليك كلاب وجري وراه وعضوه. ليه ما اقدرش اقولها دي؟ قلبهم مش هيستحمل. لك قولي لي يا عهد. نعم. هم اهلك برضو مطلعين عينيكي. انا تخليني ساكته احسن يا وعد يا اختي. احنا شايفين المر بعينينا. انا خلاص مش قادر استحمله. اهدى بس كده وصلي على النبي. اهدى بس. هي هانت. هم 15 سنه بس نوصل للسن القانوني ونهرب. وانتوا ما عندكوش فراخ؟ لا بس ما تنكرش يا سعيد ان انا كنت اشطر منك في ماده الرسم. ماده الرسم؟ ايوه والله يا تهاني يا بنتي كنت دايما اسيبه ينكش نكش الفراخ اللي بيرسمه دي واروح سالت له البنطلون. البنطلون اللي ببقى رسمه يا تهاني بيروح شد كده. كل يوم كنت بروحه لابس كرنبي. طب وانتوا على كده يعني من كتر حبكم في الكرنب عملتوا له تمثال ذهب؟ ده؟ لا ده ابوك اللي يحكي لك حكايه التمثال ده بقى. احكي لها. لا ده الكاس بتاع دورة الألعاب الكولومبية. ايه دورة الألعاب الكولومبية دي؟ دي مسابقة كانت بين عيلتنا وعيلتكم لحد ما جدي لغاها لما ابوك خسر وزعل وساب البلد. كذاب قوي، سوري، كذاب قوي بجد. هو الراجل ده ماله يا عيد؟ مش عارف، الظاهر فطر كرنب زيادة ولا ايه؟ اقول لها مالي ولا تقول لها انت؟ خلاص بقى يا سعيد الله. ولا تحب اقول لهم كنا بنسميك ايه قبل ما تخسر وتزعل وتسيب البلد؟ لا يا ملوش لزوم يعني. جوزك يا مدام، ابوك يا استاذ تيمون، حماك يا استاذ بومبا. خلاص يا عم سيد انت بتعمل نعي، ما تقول. ما كانش اسمه عيد. ايه؟ كان اسمه قموصي وكنا بنغنيها له وبنقول له قموصي قموصي الليلة ليلتك يا عروسي. قموصي قموصي الليلة ليلتك يا عروسي. قموصي ولا مناسب ناس هزق ولا ايه؟ يا راجل اتلم القموصه ماشي. لا مناسب ناس هزق. راح فين بس؟ لا لو سمحت. ما شفتش راجل كبير معدي من هنا؟ راجل كبير؟ لا والله ما شفتوش بالاذن. لا اسمعني بس، راجل كده لابس بريه كده وحمالات وشكله غريب كده. ايوه انت قصدك قموصي؟ قموصي. قاعد بيعيط هناك اهو. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وجي عزف على القصب حلو قوي. بابا ايه ده؟ هو ازاي الناي لسه بيعزف وانت مش حاطه في بقك؟ ثانية واحدة. نعم. مالك بس يا بابا؟ سيبوني لوحدي لو سمحتوا. ماشي. خد يا ابني، انت هو ايه الطاعة دي من امتى؟ انا متضايق. يا بابا اهدى بس يا بابا، انا مش عايز اشوفك بتعيط. انا دموع التماسيح دي بتقتلني. دلوقتي صدقت دموع التماسيح. بس يا تيمون سيبه يعيط. عيط يا عم عيد، عيط براحتك. على فكره انت عارف ان الدموع دي مفيده للصحه النفسيه؟ بجد؟ بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ دي مفيده جدا. انت لما بتعيط الغدد القذريه بتفرز محلول ملحي كده، ده بيطهر المنبار اللي هي الامعاء البغيضه يعني. ايوه انا اكل براحتي بعد كده واتقل وبعدين اعيط؟ ايوه طبعا. خلاص بقى يا بابا ما تقفورش كده. هو ايه اللي مركب الراجل ده عليك قوي كده يعني؟ اصل اكيد ما ضربكش بالقفا يعني. ضرب. حتى ولو يعني ما ركبهاش حمار يعني، بالعكس ومشي يزفك. ركب. حتى لو ركبك ما لبسكش ست يعني وزفك في البلد كلها. لبست برضه. طب وانت عملت ايه لما عمل كل ده؟ قمصت. ذكر يا عم عيد. لا انت ما تعرفنيش، انا لما اتقمص ما بشوفش قدامي. ايوه بتعمل ايه بقى يا بابا؟ باجي تحت الشجره ديت واعيط، واللي يزعل يزعل، وبقولها بأعلى صوتي يا بلد، اي حد هيضايقني هاجي تحت الشجره دي وهعيط، واللي يزعل يزعل. طب انت موطي صوتك ليه؟ عشان ما حدش يزعل. بص يا بابا، واضح ان انت منهار نفسيا من الراجل ده. الراجل ده اللي ركبه عليك ان هو كسب الكرومبه الذهبيه. ايوه. احنا عشان نرجع لك كرامتك هنلعبه تاني على الكرومبه الذهبيه. انت بتقول ايه؟ ايوه يا بابا، هنتحداه هو وعيلته وهنلعبهم على الكرومبه الذهبيه وهنرجع لك كرامتك. بجد يا تيمون؟ اسمع الكلمتين دول يا عم عيد. دورة الألعاب الكولومبية الباراسيتامولية 2020 بتاعة عيد ميلاد عزت وولاده خلصت. أخيرا. ولا يا زومبي. ايه؟ طول عمرنا عارفين ان السمك بنصطاده من النيل، يا اما من البحر يا اما من الترعه اللي حدانا في البلد. ايه؟ امال ايه يا ولا الاختراع الجديد دي بتاع المزرعه السمكيه؟ لا انا اقول لك يا ميمون، المزرعه عارف السمك المشوي بالاخص بيبقى متبقي منه شويه سفه، بنرميه في الارض، نحط ميه، نكتر ميه لان السمك بيحب الميه زي ما انت عارف وزي الرز برضه، فتقوم الشجره طالعه طرحه سمك. سبحان الله، ما كانش على ايامنا الموضوع ده. بقول لك يا ولا، ما تشوف لنا الارض الغربيه نعملها مزرعه سمكيه. لا يابا دي مش هتنفع. ليه؟ مليانه قطط يامي. نفكر لها في حاجه القطط دي، نجيب لها فران تشتغل بيها وتسيب لنا السمك. ايوه صح كده يابا، برافو عليك. اكتموا على الموضوع ده خالص احسن انبوصه جه. اسمع كلامي كويس يا عم سعيد واحشي بيه ودانك. احنا هنرجع دورة الألعاب الكولومبية وبنتحداك انت وعيلتك. يا اهلا بالمعارك ويا مرحب بالمنافسي. منافسه ايه وفي مستوي؟ ايوه صحيح. لا اسمع بقى يا حبيبي انت وهو، احنا هننافسكوا بشرط، لو كسبناكوا انت بنفسك يا عم سعيد قدام البلد كلها هتيجي على دماغ حمايه وتبوسها وتقول له انا اسف يا قموصه. يا عيد. يا عيد والله قموصه احلى. قموصه. تعال خلاص يا بابا. أنا موافق بس على شرط، لو احنا كسبنا المسابقة عيد يروح للسجل المدني ويغير اسمه من عيد لقموصة. ها قلتوا ايه؟ اوعى توافق يا تيمون. يا بابا ما ينفعش دلوقتي نرفض بعد ما فردنا صدرنا. اسمك هيبقى تيمون، قموصه مش حلو. مش مشكلة دلوقتي قول ماشي وبعد كده نتصرف. قول له ماشي. خش. وافق. منافسة شريفة؟ على حسب. عاش يا قموصه. أعزائي الحناديق ومحبي المحاشي والكرنب في كل مكان،
أهلا ومرحبا بكم في دورة الألعاب الكورنبية لموسم 2019-2020. يشرفني ويسعدني أن أقدم لكم هذه المسابقة. معكم عضو الاتحاد الكورنبي الدولي والعضو المنتدب بالاتحاد الأفريقي الكورنبي بسيط. تسجيل. ايه بسيط يعني؟ مش فاهم. اسمي بسيط. من حرفين يعني؟ مي مثلا؟ أنا اسمي بسيط. اسمك بسيط. أيوه. اسمك ايه بالكامل؟ بسيط لي مهلهل بنجاح. ايه بنجاح ده؟ مش فلاح جزائري؟ يا عم أنا فلاح مصري من حندوق الكورنبي. ماشي، انا اسف. اتفضل. حد من المتسابقين يسألني ويقول لي احنا ليه ما كناش بنعمل الألعاب الكورنبية الفترة الأخيرة؟ ليه؟ أقول له الألعاب الكورنبية كانت متوقفة الفترة الأخيرة بسبب أموسة. أموسة الليلة ليلتك يا عروسي. أموسة الليلة ليلتك يا عروسي. مش عايزين تهريج. حاضر. هذه المسابقة يتنافس عليها اليوم فريقين. نبدأ بحامل اللقب وفريق الأستاذ سعيد. اسم فريقك إيه يا حاج؟ بلاطة سراي. واضح يا حاج. أما الفريق الثاني بقيادة الأستاذ أموسة. بس أنا بس اللي أقول. الأستاذ عيد وفريق خميس سان جيرمان. الألعاب الكورنبية تنقسم إلى شقان. الشق الأول وهو الشق البدني، والشق الثاني هو الشق الثقافي. وفي نهاية كل يوم هنجمع نقاط الفريقين وهنحسب كل حاجة بالورقة والقلم. فلتبدأ الألعاب الكورنبية. ودلوقتي مع سباق الحمير، ومش عايز اسمع صوت حمار. انا ما فتحتش بقي يا ددع. مش انت يا ددع. حد من الجماهير يسألني ويقول لي ايه هي صفات ومميزات سباق الحمير؟ انا اقول له السرعة، القوة، خفة الحركة، خفة الدم. خفة الدم من صفات الحمار؟ لا دي من صفات يعني. وخلاص اكتم يا حاج، مش عايز امد يدي عليك. ودلوقتي نبدأ المسابقة. انا عمري ما اعتمدت عليكم قبل كده، بس جه الوقت اللي اقدر اقول ان انا معتمد عليكم بجد. تلاش يا بابا، ان شاء الله هنكون على قد المسؤوليه. انا بكلم الحمير يا حبيبي. ان شاء الله الحميره هتشرفك عم عيد. بس دلوقتي انا عايز افهم ايه اللي هيحصل بقى. احنا هنجري الحمير ونشجعهم من بعيد؟ لا يا حبيبي، مسابقه جري، انتوا هتركبوا الحمير. عارف الفروسيه؟ طبعا عارفين الفروسيه. ادي الحموريه. اللي قدامك ده اول جمهوريه حموريه. ايه ده؟ انت ركبت حمير قبل كده؟ لا، هي كانت مسابقه معلومات عامه وطلعت اول جمهوريه حموريه. انتوا يا اولاد لازم تكسبوا المسابقه دي. انا جايب لكم حصانين، اعز حصانين عندي. دول انا واخدهم هديه من احمد السقا. بس دول حمارين يابا. دول حصانين. انت هتفهم اكتر من احمد السقا. لا ما صح. خلي بالك ده بيرقص كويس قوي. بيرقص ازاي يعني يابا؟ ايوه مش حمار عربي اصيل، لازم اول ما تجري بيه كده يرقص ويشغل اللي جنبك وانت تسبق المسابقه على طول. ابا انا اللي راكبه. ايوه. ده بقى كان كلب، راح لاحمد السقا اشتغل عليه وحوله من كلب لحمار. مكافح. ايوه. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيكسب ايه اللي هيحصل؟ هياخد نقط. قطره موجوده في الاجزخانات، ليه مسابقه يعني؟ طب اركبوا
اركبوا خلونا ما تقلقش ما تقلقش يا عم عيد، ما تقلقش. اتفضلوا. ربنا معاكم يا اولاد. ان شاء الله. شدوا حيلكم يا اولاد. انا عايز فرسان، انا عايز تطيروا، مش عايز اشوفكم خالص. خلاص يابا. يلا بينا. والآن مع المسابقة 1 2 3. اوبا يا ولا، يلا يا ولا، اجري يا ولا اجري. بنت يا ولا، هم. خد يا حمار. السباق من هنا يا بنات. مش عارفين الطريق من هنا، شغل الGPS وامشي من هنا على طول، يلا. انت بتعمل ايه؟ ايه؟ انت بتخمس؟ بدوخه. ودلوقتي مع لعبة المتعة والإثارة، المنديل. لعبة المنديل هي لعبة سهلة وبسيطة، بس عندنا في الكفر لعبة حويطة. لعبة المنديل هي كل واحد فيهم ليه رقم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام؟ اللي هيسمع رقمه هيجيني هنا، هياخد المنديل ويرجع بسرعة على فرجته. كده هيبقى هو الكسبان. حد ليه أي أسئلة تاني؟ بعد اذنك انا. اتفضلي. معلش انا اللعبه دي مش بلعبها بالمنديل، مال بلعبها بالبشكير عشان لما بعرق بنشف فيه. بص يا استاذه، بعد اذن سيادتك انا مش عايز اي تريقه، تمام؟ ونلتزم بقواعد اللعبه يا اساتذه، احنا مش جايين نهرجوا. ماشي؟ اتفضل. حد من الجماهير يسالني ويقول لي ما هي مميزات وصفه لعبه المنديل؟ اقول له تتميز لعبه المنديل بالقوه، بالحركه، باللياقه، باللباقه. والايه؟ اللباقه. خالتك اسمها كباقه. ايه يا حاجه؟ ايه يا حاجه؟ في ايه؟ هتهزقونا في وسط البلد ولا ايه؟ ما نلم نفسينا يا جماعه. يلا ودلوقتي هنبدا اللعبه. يلا رقم 2. خد يا بنت سلمي لي على بوكي. 1. يلا يا شاطر يلا. خد ياض سلمي لي على ابوك. لا يلا حماتي، يلا حماتي، خديها حماتي. يلا حماتي. يلا. ايه ده 10. يلا تصادم. في ايه؟ 3 1. ايش الظلم ده انت؟ انت راجل ظالم على فكره. انا ظالم؟ انا راجل محايد ولا اقبل هذا الكلام. لا انت راجل ظالم بدليل ان انت حطيت ايدك ناحيتها بالمنديل. لا هتقولي لي ظالم كده انا هنسحب لانها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير لائق. طب استنى بس، احنا على الهوا. على الهوا ان شاء الله نكون على القمر. الغي اللي حرتش. ايه ده فيها ايه دي؟ ودلوقتي مع مسابقة الإثارة والمتعة ولعبة البولينج. انا عارفها اللعبه دي مميزه قوي، اللي هي بياخدوا مننا عينه بولينج ويبعتوها المعمل تتحلل، وبعدين اللي بيبقى عنده سكر تقريبا بيبقى خسران، صح؟ لا ده هما بيعملوا صورة بولينج كاملة وبعدين انت بتقول ايه؟ يا ابني دي رياضة. غلط؟ الكورة اللي بتتمسك وتتحدف على الأهداف دي. ايوه عرفتها. طب فين الأهداف؟ ايوه طبعا في أهداف. ادخل يا رجالة. لا ثانية واحدة يا جماعة، هي مش الأهداف دي بتبقى خشب؟ هي الناس دي خشب؟ لا دول بني ادمين بحقوا حقيقي، واللي هيموت اكبر عدد منهم هو اللي هيكسب. اللي يموت أكبر عدد؟ أنت مهددهم ولا ماسك عليهم حاجة دول؟ لا دول جايين حبا وتطوعا في الرياضة مش أكتر. يا جماعة ما هي دي أصل اللعبة دي مستحدثة تعود لأيام الفراعنة اللي هو العصر الفاطمي. كان الملك دحنجل الثامن يجيب العيال في المعبد، يقوم مفلق فيهم بالقلل، فالعيال تموت. أعدائه ما سكتوش، قاموا مدخلين ابن أخته في وسط العيال، قام مفلقه بالقلة، فزعل عليه توثيقا للعبة قام عامل العيال الخشب. يعني مع كامل احترامي طبعا لاجتهادك ولبحثك وكده، يعني في معلومات من اللي انت قلتها صح، مش كلها غلط، ولكن لا معلش خليني اعدل لك المعلومه، انا اسف. هو بتعود فعلا للعصر الفرعوني، ولكن دي من اختراع الشيف شربيني رع. ده كان بيعمل لعبه اكله كده اسمها بودنج. عارف البودنج اللي هي الشوكولاته كلنا عارفينها، بس كان بيعملها على شكل كوره، وجميعنا يعلم الكوره معناها ايه بالانجليزي؟ بولي. كوره معناها بولينج؟ لا بول عادي. بول. فهي بقى سموها بولينج نسبه الى البودنج بتاع الشيف شربين رع. بومبا احنا محتاجين نتكلم. شور طبعا. على فكره احنا لو تجاذبنا اطراف الحديث هنلهم بعض. انت ملهم. هتولع. نلهم. بس بقى
بس يلا عايزين نبدأ. نبدك دي فلاحي؟ لا مش فلاحي، بس انا الدغ في الهمزه. اتفضل. نبدأ ولا ايه؟ نبدك طبعا. يلا نبدأ. بس استاذنك قبل ما نبدك، اشمعنى الحاج سعيد بيلعب بخوذه وانا لا؟ يعني انت عايز الخوذه يعني؟ اه. خدها ايه؟ لا مش دي يا ناصح، دي انت مغطي بيها الخوذه. انت قصدك على دي؟ لا ما ينفعش. يلا بقى نبدأ بقى. يلا نبدأ. يلا وهنبدأ بالفريق الاول، الفريق البرتقالي. مين فيكم اللي هيضرب اول واحده؟ انا اللي هضرب اول واحد. لا انا اللي هضرب اول واحد. اقول لك انا اللي هضرب اول واحد. ابا انا اللي هضرب اول واحد. طب انا لو ما ضربتش اول واحد هزعل واتقمص وامشي. وتبقى زي عم عيد القموصي. لا انا مش عايز ابقى زي عم عيد. لا خلاص ابدأ انت. يلا ابدأ. ضحكت عليك. يلا ابدأ. تشجيع تشجيع. البرتغالي 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 البرتغالي. جاهز يا زومبي؟ ايوه. احسنت يا زومبي، احسنت. جيب مي 5. تشجيع تشجيع. البرتغالي 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 البرتغالي. يا عم غش، في واحد فيه الروح، والله في واحد فيه الروح اهو. يا جدع بطل كلام فاضي. يلا ودلوقتي جه دور الفريق الازرق. تشجيع. تعرف تنشن؟ لا طبعا. طبعا على الابيض. طب هقول لك على حاجه، بص، دول 10 تنفار، لو غمزنا كل واحد منهم ب100,000 جنيه يبقى احنا كده رمينا مجرد 1,000,000 جنيه مقابل ان احنا كسبنا المسابقه دي. ارمي 1,000,000 جنيه عشان اكسب كرومبا؟ لا، عشان تكسب كرامتك. مش عايز، ما انا عايش زي الفل، مفيش حاجه. دي الكرومبا اغلى من اللي انت بتقوله ده بكتير قوي. كرامتي ايه وبتاع ايه؟ سيبني انا هتصرف. معلش انا اسف للحكم ريفري، معلش انا اسف. في واحد مش مظبوط ومش واقف عدل، انا هشاور لك عليه عشان ده مش فير. اتفضل. هو كده مش فير. مساء الفل يا رجاله. اللي انا معايا 600 جنيه محيرني، مالهمش عازه وخايف لو يقعوا من جيبي. القله هتتحدف، جت ما جاتش تنزلوا انتوا على طول. لما يحصل ده الفلوس دي بتاعتكم وعليها بوسه. يا استاذ، انت يا استاذ خلص بقى، عايزين نبدا المسابقه. كده فير، هما كده تمام، كده فير. يلا عايزين نبدا. يلا جاهز؟ جاهز؟ جاهز. يلا حدد هدفك. 1 2 ايه ده؟ كل واحدة موتتهم كلهم ازاي؟ ده اكيد جرافيك ده ولا ايه؟ احنا كده كسبنا. لا كسبتم ايه؟ المسابقه دي بالذات نتيجتها بتطلع تاني يوم بعد ما نشوف تقارير الطب الشرعي ونشوف المصحات ونشوف الدنيا. افرض الراجل اللي واقف ده مات من ضربه شمس، افرض كان متخانق مع مرته في البيت مثلا ولا حاجه، افرض جات له جلطه. صح ولا انا غلطان؟ تمام، انت عندك حق، ما تشيلش هم. الدفاتر دفاترنا ومكتب الصحه بتاعنا. تمام يا كبير. وبكده يكون اليوم الأول قد انتهى والمسابقة والجزء العملي خلص. ولقد حصل فريق خميس سان جيرمان على 7 نقاط. يس. وحصل فريق بلاطة سراي على 60 نقطة. بلاطة 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 بلاطة. بس يا حبيبي، وبكده يكون اليوم الأول قد خلص. نقطة. بلاطة 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 بلاطة. بس يا حبيبي، وبكده
يكون اليوم الأول قد خلص، ونلقاكم غدا في المسابقة الثقافية. تسجيل تسجيل. لا اله الا الله. وبعدين يا ولاد، ملناش نصيب نكسب في البطولة دي خالص ولا ايه؟ وايه وخلاص؟ اسمي بقى قموصة؟ مفيش حل؟ على فكره يا عم عيد انت مأفور جدا. على فكره اسم قموصه مش وحش زي ما انت متخيل، بجد انا ما اعرفش انت ليه مأفور كده. فكر في الجانب المشرق، اعتبره اسم اجنبي، قموصه لاكورونيه. يا سلام، هتوقع بيه على اللوحات بتاعتك وهتبيع بيع كده. لا يا جماعه، تغيير الاسم ده هيبقى فيه مشكله كبيره جدا 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 جدا. ليه بقى؟ دلوقتي بابا اسمه عيد، لما نغير اسمه لقموصه كلونيا لازم نكلم كل مطاعم الدليفري اللي بنجيب من عندهم عشان يعرفوا تغيير الاسم ده، عشان يبعتوا لنا الاوردر صحيح. يبعتوا لنا الاوردر ايه؟ صحيح. صحيح؟ اه يعني هي دي كل مشكلتك؟ طبعا. الله يبارك لك يا بنتي، ريحي. ايه كل الطاقة السلبية اللي انتوا فيها دي؟ المسابقة لسه ما خلصتش. انا مش فاهمة، لسه في الجزء الثقافي ممكن نعوض فيه. وبكرة لما نكسب هنحط عليهم. ايوه، انا وشكر بكرة هنبهدلهم. بقول لك ايه، ايه الثقه اللي بتتكلمي ايه اللي هنبهدلهم؟ انت مين قال لك ان انت اصلا وشكر اللي هتشتركوا في المسابقه؟ امال مين؟ انا وتيمون طبعا. ايه اللي امال مين؟ انتوا عايزين تكسبوا في مسابقه ثقافيه؟ ايوه يا ماما. هو في ايه يا جماعه؟ هي الايه اتقلبت خلاص، الايه اتقلبت مسابقه ثقافيه. مين اللي هيشترك فيها غير انا وتيمون؟ انت يا ابني مش قاري المجلد بتاع سلسله المعرفه؟ قاريها، بس انا قاري هي بالحروف ابجديه، انا قاري حرف الف بس، فما اعرفش اجاوب على اي سؤال غير في حرف الف. يعني فيونكه، فانوس، فريال كده يعني. ماشي، وانا هجاوب على بقيه الحروف الابجديه. اللي هي ايه بقى؟ ايه؟ اللي هي ايه بقى الحروف الابجديه؟ الباقي كله بقى. قول لي مثال. اللي هو ألف ب ت س. انت كده خلصت؟ ف. هو في حروف تانية؟ ف سوري، ألف ب ت س ف. بعد ف مفيش؟ في حروف ك. في الك اللي هي ك فور كريم. ألف ب ت س ف ك. يعني بعد الف ك. الله. بابا بصي يا بابا يا حبيبي، انا وشكر هنروح المسابقة نكسب، واحنا راجعين هنجيب لك البسبوسة اللي انت بتحبها. انتي صغنطوطة عايزة تكسبي مسابقة معلومات عامة؟ انا بابا عندي عسل ولا ايه؟ ولا جدك قموصه يعني؟ لا انا والنبي بابا عندي عسل. ايه ده؟ هو انتوا بتتريقوا علينا ولا ايه يا جماعه؟ يا سلام. طب هو قولا واحدا، انا وتيمون اللي هنشترك في المسابقه الثقافيه، نقطه ومن اول السطر. أعزائي الحناديق والحندوقات، جه ميعادنا مع مسابقة اغلب الحندق. حد من الجماهير هيسألني ويقول لي ايه هي المسابقة دي؟ اقول له المسابقة دي بتعتمد على الذكاء، على الفطنة، على الدهاء. هسأل كل فريق 4 أسئلة، واللي هتجاوب صح حلال عليه المسابقة. فلنبدأ المسابقة. هنسأل كل فريق 4 أسئلة، وهنبدأ بفريق خميس سان جيرمان. السؤال الأول سؤال في اللغة الإنجليزية. ما المقصود بكلمة بيبل؟ وضعها في جملة مفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بكلمة بيبل هو الكابتن محمود الخطيب، والجملة بيبل 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 الله يا خطيب. إجابة خاطئة. السؤال الثاني، عربية طالعة من الإسكندرية للقاهرة بسرعة 60 كيلو متر، تقابل عربية أخرى
خارجة من القاهرة للإسكندرية بسرعة 180 كيلو متر. أين يتقابل هاتان العربيتان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اللقا نصيب في كل الاحوال. تاني حاجه احتمال كبير يتقابلوا في ماستر. لو واحد وقف يعمل بيبي والتاني يشرب قهوه ممكن يتقابلوا، ده احتمال. الاحتمال التاني انهم وارد ان هم ما يتقابلوش لو اللي هو ابو 180 كيلو ده الرادار وقفه، لان الظابط هيعكشه وقفه جنبه في الكمين. فالاجابه الصحيحه انا ما اعرفهاش، الله اعلم. إجابة خاطئة. الحق يا جدي، قلت له عقبة من عيالك. السؤال الثالث، ما هو أطول كائن حي يعيش على وجه الأرض؟ لا دي انا عارفها. الفنان محمد نور بتاع واما. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة، الله يحرقكم. السؤال الرابع أنا عايزكم تركزوا معايا كده. السؤال الرابع، من هو مخترع الآلة الحاسبة؟ مخترع الآلة الحاسبة هو بيكاسيو. لا هو اتسربع في الاجابه. بسم الله الرحمن الرحيم. مخترع الاله الحاسبه سمير وعلي. لا يا فندم استاذنك، هو في تعديل بسيط بس. اتفضل يا حاج. هو مخترع الآلة الحاسبة المخترع الباكستاني سيف الدين كالكليتر. سقفوا على ايه يا بهايم؟ إجابة خاطئة. اقعد يا جد، اقعد لو سمحت، اقعد. لو سمحت يا باشا، نرجو الالتزام بقواعد المسابقة، ويا ريت لو في أي لفظ خارج يخرجني معاه. اقعد يا حاج، اقعد يا حاج. وبكده انتهت الفقرة الأولى من الأسئلة. نروح بقى لفرقة بلاطة سراي. احنا كده كسبنا ولا خسرنا ولا ايه؟ لا هم لو غلطوا في واحده احنا نكسب. بص يا عاد انت وهو، هسألكم كده شوية أسئلة سريعة وتردوا عليها بسرعة. جاهزين؟ جاهزين. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الجرار، عربية الفلاح. الفأس، سلاح الفلاح. أبو وردان، صديق الفلاح. محلاها، عيشة الفلاح. إجابة صحيحة. الحمد لله على السلامة. ايه الظلم ده؟ يا حلاوة. أيوه. وبكده تكون انتهت الفقرة الأولى من مسابقتنا. استراحة قصيرة ثم الانتقال للمعلومات العلمية. تسجيل. اظن احنا كده تسجيل. شكلنا ضعنا. ها؟ استنى يا جدي، انا عندي فكرة. تعالى يا شكر. ما ده انا تيمور. بابا بص، خد السماعات دي ماشي. احنا هنسمع السؤال، هنقول لك الاجابه على طول ماشي. فانت هتسمعنا، المفروض يعني في السماعات دي، فانت هتقول نفس الكلمه بالظبط اللي احنا قلناها لك. تمام ايه؟ انا مش فاهم ولا كلمه من اللي انت قلتيها. قلت لك يا بنتي مفيش منهم رجع. استنى انت بس. بص يا بابا، احنا هنسمع السؤال، هنقول لك الاجابه وانت قول زي ما احنا بنقول بالظبط. تمام؟ طب افرض انتوا بقى جاوبتوا غلط، نتحملها احنا ليه بقى؟ طب ما تسمعوا وانتوا ساكتين. كفايه القرف اللي انتوا عملتوه في الجوله الاولى. ايوه يا بابا بقى لو سمحت. طب يلا غوروا من هنا، يلا. ورجعنا لكم مرة تانية ودلوقتي مع مجموعة من الأسئلة العلمية. جدو التليفون بسرعه. حاضر حبيبتي. شكرا. الو سامعني؟ سؤال في علم الفلك. ما هو الكوكب الثامن في المجموعة الشمسية؟ اقف في حته فيها شبكه. كوكب نبتون. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوكب الثامن في المجموعه الشمسيه هو كوكب ليبتون. ليبتون، بس انا مش عارف خرز ولا فتله. نبتون يا ابني، كوكب نبتون. نعم. سوري، كوكب نبتون، بس مش عارف خرز ولا فتله. إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. الحمد لله على السلامة.
بعد جمع نقاط الفريقين في اليومين اللي احنا لعبناهم نجد أن حصل فريق خميس سان جيرمان على 90 نقطة. تسجيل! والله أنا ما مصدق. أما فريق بلاطة سراي حصل على اهدي 90 نقطة. ايه ده؟ ايه الظلم ده؟ خسرنا؟ يعني ايه الظلم ده؟ طب يعني كده التعادل ده ايه؟ مش المفروض احنا ناخد الكرومبه الذهبيه؟ والله الموضوع ده حالة نادرة، يعني آخر مرة حصلت كان زمان أيام جد أبوك الحاج عيوط الله يرحمه. عيوتي هي عيوتي هي عيوتي هي المهم بس يا انت هو انا بس اللي اتريق. وساعتها الحاج جدك قفش يعني واضطرينا نلعب جولة فاصلة يعني. هي الجوله دي عباره عن ايه يعني؟ هقول لك. سيقام غدا ليلا جولة مصارعة حرة بين الفريقين. عيوتي ايه عيوتي ايه عيوتي ايه عيوتي ايه عموسي ايه. الله، حلو قوي لون الشنطه دي يا بومبا. صح؟ انا بعشق اللون الليلاو. بتوع ايه؟ اللون الليلاو. يعني ايه الليلا ده؟ الليلاو اللي هو يعني بيبرق وبيلمع. لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها ليلا، ده اسمه اللون المضوي. مضوي؟ ايوه ما بتقالش ليلا دي ابدا، اسمه اللون المضوي. شوفوا يا اولاد، الاعتراف بالحق فضيله. صدقوني انا حاولت ان انا اكون ايجابي وان انا ابص لنص الكوبايه المليان زي ما بتقولوا، بس الظاهر خلاص مفيش فايده. ايه يا بابا كم الطاقة السلبية اللي انت بتتكلم بيها دي؟ ما احنا بكرة عندنا معاهم ماتش وان شاء الله نجيب مناخيرهم الارض كمان. نجيب مين مناخيرهم الارض؟ دول بيفطروا سمنه بلدي، دول هيقطعونا. العيال دي بكره هتضربنا. مين ده اللي اتضرب يا عيد؟ انت ناسي ان انتوا معاكم فرح بطلة الزاوية الحمراء في الكاراتيه؟ بجد فرح؟ يعني ايه؟ هنزل معاكم الماتش وهنغلبهم. بتعملي كل ده عشان بتحبيني يا فرح؟ بحبك ده ايه؟ انا خايفة العيال تجري ورايا في الشارع تزقلني بالطوب ويقولوا مرات أموسة راحت مرات أموسة جت. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ بس تلعبي مين وتكسبي مين حبيبتي انت ما شفتيش زومبا النهارده الصبح لافح جاموسه على كتفه وطالع بيها الدور التاسع. امال مين بقى اللي هيصد معاهم؟ حضرتك؟ لا انا ايه بس؟ ليه؟ ما عندناش تونه في البيت ولا ايه؟ لا لا، ايه ده ايه ده، في ايه؟ انت عارفني ما بحبش العنف. عنف يا تونه ما بتحبوش؟ انت ناسي 2004 ولا ايه؟ 2004؟ ايوه انت مش فاكره لما كنا ماشيين في الشارع واحنا مخطوبين واتعكست انا رحت انت فاكره؟ يا لهوي، ده انا قفلت الشارع في اليوم ده 10 ايام ما خليتش ولا ست ولا بنت تمشي في الشارع. وانا المدام عندي عسل ولا ايه؟ يا راجل اتلم، المصارعه بكره. لا انا المدام عندي عسل. لا بس بقول لك ايه، ده كان زمان 2004، انا دلوقتي نفسي ما يجيبنيش اطلع سلمتين. طب انا عندي اقتراح يا جماعة. فرح، انت معاكي من المنشطات اللي انت بتاخديها دي؟ طبعا ما بمشيش من غيرها. طيب كويس قوي. احنا هناخد المنشطات دي نديها لتونه وندور على اي منوم نديه للواد اللي اسمه زومبا ده هو اللي فيهم على فكره، هيدروخ نكسب الماتش بسهوله. ايوه بس ده يبقى غش. المهم دلوقتي بالنسبه للمنشطات، قولوا لي بقى هاخدها ازاي؟ احسن يا زومبا احسن. برافو يا ميمون، شفطتك في الشاي بقت عاليه يا علي. عيب عليك يابا، ده انا اول جمهوريه شفت شاي. انا عايزك اول ما تشوف الواد بومبا دي تفلق لي دماغه نصين انا هعيش. هفلقهي. اهدي ايه؟ يا ريتنا افتكرنا ده كرباط. شوف احنا نيتنا ايه وانتوا نيتكم ايه؟ ايه؟ انت لسه بتقول له ايه؟ افلق دماغ بومبا نصين. شوف انا بقى ايه؟ جايب لكم بسبوسه. ليه؟ لان الرياضه مكسب وخساره. الرياضه اخلاق وروح. الوقت اللي انت بتقوله كده احنا جايبين صينيه بسبوسه لزومبا عشان زومبا يتقوت وبكره يبقى قوي ان شاء الله في المسابقه. مقبول يا سيدي، هات يا ولد البسبوسه يا ولد. لا يابا ده جايبها لي هات انا هاكلها انا الاول يا ولد. يابا لا ده جايبها لي انا لوحدي. طب والله لما اكلت منها لازم على طينس. وتبقى زي عم عيد القموصي؟ لا انا مش عايز ابقى زي عيد خالص، كلها وما ابقاش زي عيد. ضحكت عليه تاني. احنا على فكره هيبقى في بينا كلام خد وهات. حاسس. خلاص بقى متشكرين، اتكل على الله. عايز ايه تاني؟ لا انا مستني بس يدوقها بس يعني يدروخ وهمشي. ايوه يدروخ يا ولد. ايه يا ولد؟
احكي لي الطعم، قول. حلو قوي يابا. بجد؟ من الاطراف هنا بقى. دي ايوه. ها استنى ابلع. حاسس بحاجه؟ يعني يبقى كل من هنا بقى. دي يا تيمون، ايه الاخبار؟ مش عارف، اول ما اديتها المنشطات طبت نامت، اديت لها 15 حبايه ما بتصحاش. 15 ايه؟ حبايه منشطات. يا نهار اسود. ايه ماتت؟ لا ماتت ايه؟ لو اللي في دماغي صح تبقى مصيبه سودة. لو ادينا لها هي المنوم يبقى الواد زومبا خد المنشطات. ودلوقتي مع الجولة الفاصلة وهي جولة المصارعة الحرة. حد من الجماهير رخم هيسجلني ويقول لي ايه هي المصارعة الحرة؟ انا هقول لك يا سيدي مع اني مش طايقك. المصارعة الحرة هي عبارة عن فريقين بيقوموا بعجن بعض، والفريق اللي بيقوم بتثبيت الفريق الاخر هو اللي بيكسب. نبدأ دلوقتي مع الفريق صاحب الأرض والجمهور وهو بلاطة سراي. أيوة كمان نسيم. سمعني. أما الفريق الثاني وهو الفريق القادم بقوة والحصان الأسود لمسابقة الأولمبيات الكولومبية وهو خميس سانجر ارجع على ركنك يا بيه، ارجع على ركنك يا حاج. واحنا صغيرين ولا ايه؟ يلا كل واحد يرتب اموره مع فريقه. عايزك تفتكر كل التعليمات اللي قلتها لك وتعمل عكسها على طول. ده كده اهدى شويه. انت حطيت له منشطات قد ايه؟ حطيت له العلبه كلها. انت عارف ان احنا هنتزاف ها؟ لا ليه احنا نتزاف؟ اوعى تقول لبابا ان انا حطيت له العلبه كلها. احنا هنقول له ان هو اخد المنوم وينزل هو بقى يتعامل معاه. المره الجايه هطردك. الواد ده مهايبر كده ليه؟ لا ولا حاجه بقى، اصل انا اديته المنوم فمتهيألي هو مهايبر بس شويه كده وهتلاقيه طب ساكت. انت بقى اركب عليه ونعد لحد 3. يعني زي العيال الصغيره اللي قبل ما بيناموا بيقعدوا يزنوا كده. بالظبط كده. بس خد بالك ده زن وحش بقى. عايز نصيحتي؟ شقيه. الففه. شقيه. طيب حاضر. يلا اتفضلوا، مين اللي هيبدأ؟ هو. اتفضل يا حاج، مين اللي هيبدأ؟ ولد. بقال الله يا حاج، ارجع يالا ارجع يالا. هتصغرونا ولا ايه؟ جاهزين؟ يلا يا ولد. حلوه يا ولد حلو. ايه؟ الضربات ركضش اللي علمتها لك يا ولد. يلا يا زومبي، يلا يا زومبي. ايوه يا زومبي، اديله يا ولد، اديله يا ولد. اسود ايه ده؟ انت تخش الحق. لا الطفيه اللي قلت لك عليه.
ايدك يا تيمون. لا يا بابا انا مش هعرف اواجه البني ادم ده. ايه؟ سيبه يجري، سيبه يجري يا حبيبي انا شبعت خلاص، خش انت فات. مش قادر يا بابا والله. والله مش هينفع. انا ما اقصدش، اسندني طيب. قوم اسندك؟ اسندني بس. اهدى شويه. بص بقى اهدى، سريلاك سريلاك. خش يلا يلا جو هنا. يلا ايوه اديله ما ترحموش. خش يلا خش ايوه والله الحالة والله. يا ابني حلق. يا ابني مش قادر اموت. ابني تيمون. تيمون ابني. لا 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 لا. تعالى علي. لا لا لا. طب بص مش عايز غباوه، انا رجلي مجزوعه. اسمع ما تتغباش، لو هتعمل حاجه بالراحه عشان انا رجلي مجزوعه. خش يلا خش اقتحم يلا خش يلا يلا. لو ايوه دمبه ايوه الله اكبر. حلوه يا دمبه حلوه يا دمبه حلوه. طب ما انا سهله اتغابى. ده صعب قوي ده. ايوه اهدي اهدي موسى خرب عقلك. قوم يا ولد. دل على السلامة. بالراحه بقى. هات لي كرسي هنا واضرب وانا مش هعمل حاجه. ايه بالراحه وعنبي. تعبان انا تعبان. اضرب علي. هوب هي دي يا ولد. ايوه ايوه علاء. ايوه هو كده هو. تسكير عشانة. يا حبيبي والله ما اقدر، انا واكل ضرب لدرجه اني هرجع. لا بابا يا ولد. تيمون الكلب فين؟ ما اعرفش، قال لي 5 دقايق وراجع. خدها يا ابو كباتن. برافو يا ولد. برافو خلاص يا ابن المجنونة. خلاص يا ولد. برافو يا ولد. برافو. خش عليه خش. الله اكبر. عقلك قوم يا ولد. قوم يا ولد. اديله كده. الله قوم يا ولد. موسى اهدي خش عليك خش عليك يا ولد اضرب انت، مش انت اللي تتضرب يا حمار. والله تبان. اهدي. قوم يا ولد. ايوه كده. قرب عقلك. الله اكبر. انا عايز اتشاهد. يا عندكم يا علي. ازرق دي يا علي. ايوه ايوه يا علي. خش يا علي خش. لا ايه ده؟ واحد اثنين ثلاثة. وكده هو يكون الفريق الفائز في الجولة خميس سنجر.
عليك يا تيمون، ايه الحلاوه دي؟ البطل ده يبقى ابني تيمون. الحق عملتها. ايه ده؟ مش انا قلت لكم ان انا هجيب لكم البطوله دي يا كوركات؟ ماما والآن مع تسلم الكورومبا الذهبية. أموسة. أيوة أموسة. 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 بالسلامة يا حبيبتي، خدي بالك النهارده الجو نار، ها؟ تعيش الازاز بقى. ميرسي يا حبيبي، لا ما تخافش عليا. والله انا مش عارف الزم السفريه المفاجاه دي يا فرح. اخس عليك يا عيد، انت عارف ان انا دلوقتي بقيت مدير عام ولازم احضر البطوله دي. بطوله ايه دي؟ بطوله الجمهوريه في كره السرعه. يا نهار ابيض، طب روحي بسرعه بقى احسن، كره السرعه بتخلص بسرعه. ميرسي يا حبيبي. تروحي ترجعي بالسلامه فروح. الله يخليك، ميرسي. خلاص كل حاجه في الشنطه حجوج. ادعوا لي بقى يبقى الطريق سهل. ها ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي دي 60 دقيقة؟ ايوه يا فندم. طيب ماشي. يا مين فيكم بقى الأستاذة فرح أحمد يوسف؟ انا. لا مش هي. انا فرح احمد يوسف. حضرتك؟ أنا مندوب من شركة تأمين، جايب لحضرتك نصيبك من الشهادة اللي كان عاملها جوز حضرتك الأستاذ أحمد عزام. اهلا وسهلا. اتفضلي. وانت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انا مش قلت لكم حولوا الفلوس دي على البنك؟ أنا آسف حضرتك، يعني في مشكلة عندنا في السيستم، فأنا للأمانة المهنية اضطريت أجيب الفلوس بنفسي. قطيعه تقطع السيستم وسنينه. هات. اتفضلي يا فندم. كام دول؟ دول حضرتك أرنب. لا 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 يا جماعه، لو ارنب كده هيتخنق على فكره. افتحوا الشنطه او اعملوا ثقوب بيتهوى على الاقل. ارنب يعني فلوس، مليون جنيه يا غبي. بعد إذن حضرتك بس عشان آخد مسؤوليتي قدام الشركة، يا ريت حضرتك تمدي لي هنا يا فندم. طيب حاضر. هنا أهو. شكرا يا فندم. شكرا. ربنا يبارك لك فيهم. سلام. الله يسلمك. عيد امسك يا عيد. والله كتير، متشكر قوي يا حبيبتي. لا دي مش عشانك، خلي بالك عليهم، ولو مديت ايدك على قرش مش هيحصل لك كويس. عيب يا فرح، دول امانه، خفيش. يلا فروحه بقى، الباب من هنا. يلا تروحي وترجعي بالسلامه. طيب ماشي. ادعوا لي بقى يا ولاد. هندعي لك. يلا بقى يلا. طريق شربين طويل. احنا عارفين. طمنينا بقى ما توصلي يا حجوجه. اوعوا يهجس بالفلوس. لا ما تخافيش. طيب باي باي. ما تاخدش بالك يا اسطى. بقول يا بابا. لا تسمعني بس لحد الاخر. دلوقتي احنا مش هناخد كتير، يعني هناخد حته صغيره قوي من تحت، فمحدش ياخد باله. وايه اللي حته من تحت؟ هي تورتايه يالا. اسمع يا عم عيد، دلوقتي المليون جنيه دول مش رزم؟ احنا لو خدنا 5 ورقات من كل رزمه اصبح معانا 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه من المليون جنيه؟ ايوه، ما هو انت معاك مليون جنيه كلهم رزم. لو اخدت 5 ورقات من كل رزمه يبقى 5 في 1 بكام؟ ب5. يبقى 5 مليون. هو ايه اللي خلانا نضربهم اصلا؟ انتوا كنتوا ادب يالا؟ ما هي ما بتتحسبش كده. الجذر التكعيبي بتاع المليون كام؟ 21. اضرب بقى 21 أس 2 بكام؟ هي نفس النتيجه هتطلع لك 5 مليون. استاذنكم نضربها في الظل لان انا اتضايقت بالشمس قوي. عم عيد اسمع بس. ايه ده؟ ايه الناس دي يا عم؟ بومبا، هما الجواري دول يعني حقيقيين كده كانوا زمان، ولا دي اساطير زي هركليز والتنانين اصل حلوين قوي؟ لا حقيقيين طبعا، بس هي الفكره ان ده عصر وانتهى. هتلاقي الجد خميس لحق الناس دي. جدو خميس؟ بقول لك ايه، انت ما كانش عندك جاريه زي دول؟ طبعا كانوا عندي. الله، انت لو شفت جاريتي. طب ما تورينا صورتها. كنت لما اجري الجاريه محدش يحصلني. يا عم مش بتكلم على كده، انا بتكلم على دول، جواري زي دول. دول وفي زي دول، دي لو جت قعدت معايا في البلكونه هتمنع عني الكورونا. خلبوصه جد. ما تقول لها تيجي تقعد هنا جنبي واسع. هنعملها لك ازاي دي طب يا جد؟ الو، السكه الحديد. ايه؟ تورا خبطها قطر. ايه؟ سونا ماتت يا حبيبتي يا بنتي.
يا حبيبتي ماتت صغيره. طب وولادي مين هيربيهم؟ لا ده انا اتجوز بقى دلوقتي. اتجوز دلوقتي ولا ايه؟ ايه بتقول؟ طب الحمد لله، الحمد لله طلعت عايشه. قدر الولاده في ابني. الحمد لله. لا نيجي نستلمها. ايه حضرتك؟ لا ما عندناش عربيه نيجي نستلمها. حضرتك ممكن تركبها تاكسي او يبعتوها طرد، او ابعتوها في طرد واحنا هنحاسب عليه. طيب يا فندم، في حفظ الله، مع الف سلامه. فاتني حاجه؟ لا لا لا، البت الجاريه اللي كانت في حريم السلطان هربت راحت حريم كريم. حريم كريم هيبدا دلوقتي اهو. ايه يا قلب عمري، ايه يا عمر حضني، ايه يا ماما، ايه سلامتك سلامتك، ايه اللي حصل؟ مش قادرة. صحة وانا ماشية على شريط القطر. ليه ليه ماشي على شريط القطر؟ كنت رايحة اسكندرية كده صد رد. كده لوجيك. المهم ايه، كنت ماشية بمد خايفة رجلي تتكعبل في الفلنكات. ثانية واحدة، وانت كنت ماشية على شريط القطر على رجليكي؟ عشان انت عارف بقى رياضة بقى وانا بحب افك نفسي كده. ماشي. قوم ايه؟ قوم ايه؟ السوارز دهستني يا سي السيد. لا سوارز ايه؟ كنت ماشية كده لقيت قطر جاي بسرعة جدا في وشي. فالمهم قمت ايه، ماسكة يمين على الاخر. وانا امسك يمين ويجي معايا يمين. مين؟ القطر. ويقلب لي نور. والمهم اول ما قرب عليا لقيته عيل صغير اللي سايقه ومفيم القطر ومجنطه. تلاقي امه اللي جايبهوله البيت. المهم قعد يقرب عليا لحد ما لبسنا في بعض واتقلب. مين اللي اتقلب؟ القطر. المهم لا المهم ايه، هو في اهم من ان القطر اتقلب؟ طبعا فيها بومبا. المهم انا ايه بقى اللي حصل يا حبيبتي؟ هو اتقلب الناحيه دي وانا اتدحرجت الناحيه التانيه في الطريق الزراعي. فضلت اتدحرج لحد ما خبطت في سور مدرسه. حصل تصدع للمبنى الاداري عندهم. العيال الاطفال الصغيرين جريوا يصوتوا، وانت عارفني قلبي ضعيف قدام صويت الاطفال. اغمى عليا، وقعت من على الرصيف اتكسرت. يعني انت اتكسرت لما وقعت من على الرصيف مش لما حضنت القطر؟ لا القطر عمل لي دي. لا الف سلامه يا ماما. الف سلامه يا حبيبتي. ايه ركبي وجعاني. هي طلعت فوق؟ مش قادره، خايفه يجيلي صليبي وابطل واقعد في البيت. لا تبطلي ايه؟ ما هم بيقولوا كده هيجيلي صليبي هبطل اقعد في البيت. لا ان شاء الله لا رباط صليبي ولا يحصل حاجه يا حبيبتي. ده انت هتبقي فله بجد، هتخفي وهتبقي قمر. بس الضحكه الجميله بقى. ايه ده؟ وانا المدام عندي قلبت قطر ولا ايه؟ بكاسر. انما انا المدام عندي قلبت قطر يا راجل. الدكتور فين بقى؟ مش قادره. تيمون راح يجيب الدكتور. طب نادوه يا تيمون. بومبا. تيمون. واضح انه تعالى يا تيمون. هاتوا طب استنى. هاتوا. اتأخرت كده ليه؟ تعالى بس. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا. دكتور ايه؟ امال حضرتك مين؟ انا جلد السباك. سباك؟ جايب سباك يعالج اختك قطر خابطها، جايب سباك يعالجها؟ استنى بس اسمعني وانا هشرح لك كل حاجه. انت لما كلمتني قلت لي في حوض وكوع مكسور عند تهاني، فقلت اجيب لها سباك يعالج. اصل احنا كده لو كنا كلمنا لها دكتور كان هيحولها على سباك، فقلت اجيب السباك انا بومبا، انا متوتر واختي تعبانه. اتفضل يا اسطى عشان ننقذ اختي. تعالى هنا. اعمل ايه؟ اشق خدودي؟ اشق خدودي لطم منك؟ وايه يعني الفرق بينه وبين الدكتور؟ ما كلنا ولاد 9 يعني يا باشا. على فكره يا باشا انا عندي معلومات طبيه. دار الفؤاد مالها؟ انا اللي مغير لها كل الكابينيهات. اللهم صل على النبي. القصر العيني قول يا عسل. انا اللي عامل له كل الخلاطات. المصريين مالها؟ امي. اللهم صل على النبي. يلا بقى عشان اختي تعبانه وانا اعصابي متوتره. يلا نخش نتكلم. تعالوا بس بالراحه كده، انا مش عايز اغلط في حد. بالراحه كده حضرتك اتفضل بهدوء. انا مفيش يا جماعه سباك هيعالج مراتي. طيب هي زي ما هي مراتك، هي اختي وانا خايف عليها، والراجل ده هو اللي هيعالج اختي. ولو السباك ده فشل في علاج اختي انا هسفرها المانيا اعالجها عند اكبر سباك هناك، ولو الامر ده كلفني ثروتي كلها بومبا. اتفضل يا استاذ. ايه وليه تسفرها المانيا وليه قطع الارزاق ده يا عم؟ في ايه؟ اللي قدامك ده حاصل على زماله كليه السباكين الملكيين من انجلترا. خد الكبيره
انا اللي مشطب بيت محمد صلاح. في انجلترا؟ لا في نجرين. احسن بلد المنشأ. خلصتوا؟ خلصتوا ها؟ باحترام كده وبالراحه، اتفضل اطلع بره، مفيش سباك هيعالج مراتي. طب ايه رايك بقى ان الراجل ده جاي عامل معايا انا وانت واجب جامد جدا، جه ووافق ان هو يصلح تهاني كلها على بعض ب 50 جنيه. بتتكلم بجد؟ والله العظيم وافق انه يصلح تهاني والسيفون ب 50 جنيه. 50 جنيه بس؟ 50 جنيه تهاني والسيفون. طب بص يا دكتور بقى، ما تجيبش سيره ال 50 جنيه دي جوه خالص ها؟ انا هفهمها ان هم 1000 جنيه خلاص، ويبقى احنا كده يا معلم على 950 جنيه نتشبرق بيهم وهي راقده جوه. ايوه اتفضل يا دكتور. يلا قدامي. اتفضل يا دكتور. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا دكتور. يا رب يا ساتر، يا رب يا ساتر. سلامتك يا روح. بسم الله الرحمن الرحيم. ها يا جماعه، فين المرمى؟ المريض. المريض يا دكتور. فين المريض؟ ما هي قاعده قدامك، هو مفيش حد تاني في الاوضه. انت المريض؟ ان شاء الله. ده عايزه اصلاحات اكتر من الدائري. الله، انت داخل من سكه الدكتور الفرفوش رزق وكده. طب يلا ايه في ايه؟ تعال. الكوع فيه مشكله. ايه اتكسر؟ لا بيسرب. يعني هيتجبس؟ لا يا ستي، ده حاجه بسيطه يعني، ما تخافيش قوي كده. ده هي جلده وكام بقره خيط كتان عشان نعملهم تخشينه حلوه يعني كده ان شاء الله. جلده ايه يا بومبا؟ لا يا حبيبتي، لا، ما انا مش هتدخل في شغل الدكتور. زي ما احب ان انا ما حدش يتدخل في شغلي، انا كمان ما ادخلش شغل حد. احنا ايه في ايه؟ هنجيب سيليكون وهنلزق كده جامد وهنزق جامد. هنزق ايه؟ جامد. نزق جامد اهم حاجه، ونحطها على سيفها ورا الدولاب بين الحيطه والدولاب، علشان بس ايه ما تتعرضش 3 ايام لا الشمس ولا الهواء، وان شاء الله هتلاقيها ماسكه باذن الله بعد 3 ايام ان شاء الله. طب معلش يا دكتور، هي بس ايه من وقت للتاني كده دايما بيبقى نفسها مسدوده، ليها حل دي؟ نسلكها. الحمد لله ان انا معايا الجهاز 3 مرات قبل الفطار و3 مرات قبل العشاء، وكمان اسبوعين تعدي عليا في المحل. تعدي في العياده؟ في العياده يا دكتور. محل اقامتك في العياده يعني. ها يا مدام، قولي لي حاسه بوجع تاني؟ عندي كده زي ما تقول خشونه في الركب، يعني المفاصل بتزيق. المفاصل بتزيق؟ ده انت كده عايزه نجار. الواد كرم النجار اخويا نكلمه يجي يعمل الحاجات دي بقى ويعمل لها مفاصل. كرم النجار اخوك؟ هو انت يا واد جلده السباك ابن الموزيكو بتاعت الفراخ؟ خدامك يا ست الكل. خدامك يا ست الكل؟ انتوا جايبين لي سباك يعالجني؟ بومبا الهريه. تعالوا يا بومبا. لا انت رايح فين؟ دول كده هجيبهم، لكن انت عايز تحطني على سافي. عارفه انا هعمل ايه دلوقتي؟ هخرم دي كده اهو واعملها سماعه دش، بس قبل كل ده هسلكها لك. مع السلامة يا وش رجلي وفي أمان، عمري ما هقول يوم عليك إنك جبان، ده انت كنت كل يوم بتشيل جبال. بس بقى مقرفه انت عماله تتمرقعي وتغني وسايبه البيت يضرب يقلب، الرص في كل مكان، ما تقومي تفزي تنضفي البيت. طب تقول ايه يا ابني؟ انت ايه تيمون في ايه؟ بتكلم اختك كده ازاي؟ انت غبي يا ابني، انت غبي. عايزه تقوم ورجلها مكسوره؟ اهدوا يا جماعه، تعالوا نشرب كوبايه شاي كده قومي يا تونه اعمل لنا كوبايه شاي ونتكلم بالراحه نشوف هنعمل ايه. يا ابني انت ضرير، انت مش شايف رجلي متجبسه؟ ولا تكون فاكرني الروبوت اللي عامل يوسف الشريف في النهايه؟ ممكن بالراحه؟ ممكن نحل مشاكلنا بالراحه؟ انا بتكلم خايف عليكي، القعده دي غلط، القعده دي ممكن تخلي رجليكي تعفن وتصابي بمرض الغرغرينه. ايه هم دول ستات دول اخ بومبا، الله يرحمك يا امه، كانت تودينا كلنا المدرسه وترجعنا ورجلها ال4 مكسورين. رجلها ال4؟ طب مامتك كانت حصان ولا ايه؟ اخرس، انا قلت رجلها ال4؟ والله قلت كده. معلش اتلخبطت، فعلا كان عندنا حصان ونفس حنيه امي، لدرجه لما كنت تقول يا ماما الاثنين يردوا. بقول لكم ايه، انا مش هقدر اعيش في المزبله دي كتير، الحل ان احنا نجيب شغاله. ده على جثتي يا حبيبتي، وانا قادر اكف عليكم عشان اكف على شغاله؟ خلاص يا بابا، انا اللي هجيب الشغاله وانا اللي هحاسبها. نعم؟ ليه؟ مال سايب هو؟
الفلوس دي مش انا واولادك اولى بيها ولا ايه؟ زائد ان يا جماعه انا عندي مستندات وورق منطورين في كل حته، الورق ده لو وقع في ايد حد هنروح كلنا في 60 داهيه. لا مؤاخذه يا بابا. ولا يهمك يا حبيبتي. بس هو عنده حق، يعني سيبك موضوع المستندات والهبل اللي بيقوله ده. انا شخصيا بصراحه ما اقدرش اكل من ايد حد غريب. انا عندي عدانه كمان كتير جدا، وممكن يسموني، ممكن يحطوا لي الاكل في الطعام. بقول لكم ايه، هجيب شغاله يعني هجيب شغاله، والا قسما بالله هقوم ادعكوا كلكم في قلب الارض. لا مؤاخذه يا بابا. لا ولا يهمك يا حبيبتي، وكان حد اعترض. طب ابقى اعملي كده يا تونه، ابقى اعملي كده وانت هتتفرجي يعني ايه راجل بيت. هو اللون الهافان هو اللون البني؟ لا لا لا، الهافان ده اللي هو هاف وهاف، يعني نص بني ونص لا. يا نهار ازرق، البيت متروق. تهاني عملت اللي في دماغها. ماشي يا تهاني، هي كده على فكره حكمت على نفسها وعلى الشغاله اللي جابتها بالاعدام. ماشي. انا عايز ورقه من اوراق المهمه تنقص. ايه ده؟ دول قاعدين كده ليه دول؟ عيد. بابا. جدو. جدو خميس. بابا. في ايه؟ في ايه يا بابا؟ جدو. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار ازرق. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لو سمحتي، لو سمحتي جلالتك، لو سمحتي. فندم. هو حضرتك مين؟ أنا وكسانة اللي بعتني المكتب. هو انت منين يا وكسانة كلنا؟ أنا من ليتوانيا. منين من ليتوانيا؟ فين وانت نازل من على الكوبري؟ طب احنا عايزينك تبقى موجودة هنا أطول فترة يعني. أنت هتمشيها؟ تهاني؟ لا وكسانة. مين دي؟ بصي وكسانة، زي ما تيمون قال لك كده، خليكي حوالينا يعني، هاتي حاجات وتعالي. بصي اعملي لي شاي وتعالي، وبعدين بعدها كيكه برتقال وتعالي، وبعدها رنجه وفراخ مثلا كتير، وفراخ محمره وبسبوسه وجبنه رومي وكريم كراميل. بس يعني تعالي قبل ما تروح، يعني تعالي مش مهم الهادي، فاهمه؟ كده مش هينفع، حضرتك مش تطلبي الحاجة كلها مرة واحدة، تطلبي الحاجة واحدة واحدة. هي من ليتوانيا فبتتكلم نفس اللغة بتاعت صوفينار، كلمها بطريقة صوفينار وهي هتفهم انت عايز ايه. روحي انتي، روحي اعملي لنا كوبايتين شاي نعناع تعالي بسرعة. روحي. حاضر، من هنايا الاتنين. أنا تروحي تعمل لكم شاي وترجع تكوني حضرتك فكرتي عايزة ايه بالظبط. اوكي؟ روحي روحي منك لله. مخلية. يا اخوانا، انا البنت دي تلزمني. انا عايز اتجوزها يا بومبا. ليه؟ شخصيتها كويسة قوي. شخصيتي اللي كويسة؟ انا مش فاهم يا جماعة بابا ايه. بس على فكرة بقى، انتوا كلكم عينكم منها، والوحيدين اللي ينفع يتنافسوا عليها انا وجده، عشان احنا الاثنين اللي مش متجوزين. انت لسه صغير يا حبيبي، انا سن مناسب. استنى بس يا جدو، انتوا بتقولوا اي كلام على فكرة. الستات بيبصوا للرجالة المتجوزين اكتر، بيعجبوهم اكتر لان هم بيبقوا خبرة. بابا انت باصص فين؟ مشيت خلاص. ده بالنسبة لكم، بالنسبة لي أنا طفل لسه موجود. اوه خلاص بقى عيد، ما تطلعيش روحي، انا هقف كده اليوم كله. استني بس، ده أنا برسم لك لوحة عالمية. وهتسميها ايه اللوحة العالمية دي؟ هسميها المقشة التي حلوة. اوه حلوة. ده انت اللي حلوة يا صاروخ يا قمر انت.
قولي لي ايد، نعم. انتي بترسمي من امتى؟ من ساعة ما جيتي بس اللي يحس. من ساعة ما انا جيتي؟ يعني انتي لسه بتتعلمي رسم، انتي جديدة. جديدة؟ انت تعرفي مدام وفاء سالم؟ وفاء سالم؟ بتاعت محمد، بتاعت النمر الاسود. عارفه. انت عارفه ان انا كنت عامل الفيلم ده؟ بجد؟ كان الاول اسمه النمر القمحي. انتي فعلا تنفعي ممثلة عيد، انا كمان كان نفسي اكون ممثل. هتكوني ممثله بس؟ ده انت هتبقي نجمه. اللوحه دي هتلف العالم، هتروح اللوفر، الاورسيه، الرواعي، وساعتها هتتخطفي وانا هعمل لك افلام ومسلسلات وبرامج. اللي قولي لي صحيح، انت ما عندكيش موهبه؟ موهبة؟ يعني ايه موهبة؟ سوري اتكلمت عربي. انت ما عندكش موهبه؟ موهبة. انا عندي موهبة عيد، انت عرفتي ازاي؟ الجواب بيبان من عنوانه يا قمر. انا عندي موهبة عيد، انا بغني. والله؟ ايوه. طب ما تسمعيني. وهي عينيكي وفداها عينيا، انا بحبك قد عينيا، في ايديكي قوة تهد جبال، في ايديكي قوة وعليكي صبر وطولة بال، وعينيكي حلوة ما اقدرش ما احبكسي وحياتك ما اقدرش. يا سلام لو العربيه تتقلب بيك يا فرح. فرح مين؟ ده واحد صاحبي. ما اقدرش ما احبكسي وحياتك ما اقدرش. طب ايه بقى؟ ايه ايد؟ ايه بقى بعد الغنى والفرهده في الحر دي ايه؟ ايه ايد؟ كنت عايزك في موضوع. بصي ايد، قبل اي موضوع انا عايزه اقول لك على حاجه. يا ريت. تعالي. جيت. يا مدحت، ايه يا حب عامل ايه؟ تمام، انا كويس. بقول لك انا عايز ارجع مناجم الذهب اللي اشتريتها الاسبوع اللي فات. لا يا معلم، دي مجروحه بتبص على العمارات. لا ما كنتش فاهم كده طبعا. يا سيدي بكلمك من التليفون الذهب بتاعي. الالماس بيتشحن. دايما انا بتكلم من التليفون الالماس ده كتير جدا. حاضر. طيب لا بتهزر. طب ما تشتريهولي فورا. لا اشتري لي جبل طارق بالمضيق اللي جنبه. لا ما تشغلش دماغك بابو طارق، انا هكلمه. اسمع الكلام بس، انا كده عامل اوردر كشري من ابو طارق، هكلمه اوصيه على الاوردر واكلمه في موضوع الجبل. ماشي يا سيدي، يلا خلص وكلمني. في حفظ الله. باي باي باي. ازيك يا وكسان؟ كويس الحمد لله. شفتيش الجورنال الذهب بتاعي اللي كنت بقرا فيه؟ ده؟ معلش مش شايفه خالص، مش لابس النضاره الذهب بتاعتي، سوري. والنبي وانت بتنضفي الاوضه رشي لي بيروسول عشان الدبان الذهب بتاع الصبح ده بيخش. عارفاه ده اللي بيلزق، ده مؤذي جدا. رشي لي جوه بس الاوضه. ومعلش هستاذنك. اعملي لي الفطار في العيش الذهب بتاعي، لان انا العيش الفينو اللي هو ابو دقيق عادي ده بيأذي لي بطني. سلامة بطنك. الله يسلمك. بومبا، هو انا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. اقعدي يا وكسان، واقفه ليه؟ شكرا. بومبا، هو ازاي انت غنيه قوي كده وعايشه في البيت المعفن ده؟ دي حكايه طويله. بصي يا وكسانه، احنا زينا زي اي عيله في الدنيا، فيها الفرع الفقير والفرع الغني. كل اللي في البيت هنا الفرع الفقير ما عدا انا بس الفرع الغني. طب وليه عايش معاهم؟ عشان اذلهم واعايرهم وكده. شيء جميل انك تعايري انسان يعني. على كده بقى يا بومبا انت غنيه قوي، ما عندكيش مشاكل خالص. كل الناس بتفتكر ان الغني ما عندوش مشاكل، بس بالعكس، انا زيكم كبني ادمين عندي مشاكل. عارفه ايه اكبر مشاكل يا وكسانه؟ ايه يا بومبا؟ الحب. يا
يا حرام، اكيد كل اللي بتقابلهم في حياتك بيحبوك عشان فلوسك. لا، عشان شخصيتي. تخيل لحد النهارده ما قابلتش بنت حبتني عشان فلوسي. غريبة قوي يا بومبا. ما هي الشخصية مش كل حاجة. الشخصية مش تقدر تشتري لك سعادة، مش تشتري صحة، مش تشتري صحاب. إنما الفلوس تعمل كل ده، تشتري سعادة، تشتري صحاب، تشتري صحة، تشتريني. ايه؟ يعني انا ينفع اشتريكي بالفلوس؟ ايه؟ لا 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 يا بومبا، انت فهمتيني غلط. تشتريني دي كلمة بالروسي، هبقى افهمك معناها بعدين. تستريني بالروسي. طب وكسانة، هو انت ممكن تحبيني عشان فلوسي بجد؟ طبعا. بس يا بومبا، انت حاجة وانا حاجة. انت غنية، انا فقير. طب ما احنا ممكن نبقى نفس الحاجة، يعني ممكن انا اديكي نص فلوسي وانت تبقى غني وانا ابقى غني. افكر ان نبقى نفس الحاجة، انت غني وانا غني، اكتب لك نص ثروتي. بومبا، انا موافق، بس بشرط. ايه؟ تعالي اقولك. ايه ده بالسرعة دي؟ ايه ده؟ اقولك حاجة في ودنك. من الليلة دي هقول هو عايزك تسمعي، شبابك إزاز أو سفرة مش هتلمعي، آن الأوان ترتاحي واشيل عنك أنا، ومفيش طبيخ ولا حتى بامية تقمعي، ومسكت إيد الممسحة ومسحت جرحي واهو اتمحى، عنك هشيل نشر الغسيل وهتبقي قاعدة مريحة. طب قولي واعتبري حصل، هطبخ واقشر في البصل وهنام واقوم باكل الهدوم وحسابك اعتبري وصل. لو رز عالنار اتنسى بشوش عليا يا مدرسة، وهشيل تراب من عالدولاب بالفوطة أو بالمكنسة. ايه ده؟ ايه انت اللي ايه ده انت لابس كده ليه؟ انت يا ابني اللي لابس كده ليه؟ انا كنت نازل اجيب عيش، وبعدين كنت معدي على قلت اجيب حاجه من السوبر ماركت، فقلت ما يصحش يعني ابقى لابس بيجامه، فلبست بدله. انت لابس كده ليه؟ انا رايح الجيم، لكن في حد بيروح يجيب عيش من السوبر ماركت كده؟ ما انا كنت طالع على الجيم بعد ما اشتري العيش. المهم ما تحورش، انجز. انت لابس كده رايح تعمل ايه؟ انت اللي بتحور يا بومبا. انت لابس كده، ما فيش حد بيروح ايه ده؟ انتوا لابسين كده ليه؟ انت اللي لابس كده ليه؟ ابدا، انا كنت رايح الحمام وقلت ما يصحش ان اروح بالبيجامه، ممكن الاقي حد مهم ولا حاجه في الحمام. طيب خير يا جماعه، خير. انا الصراحه كان في خبر كده مخبيه عليكم وكنت ناوي ما اقولكوش يعني. خير. بس بدل لقيتكم لابسين بدل يبقى ربنا كاتبها لكم تفرحوا معايا النهارده. اصل انا عقبال عندكم يعني فرحي النهارده. ايه ده؟ ده انا فرحي النهارده. بتهزر يا ولاد اللذينه، انا كمان فرحي النهارده. ايه ده؟ لا يبقى تجيبوا بقى عرايسكم وتيجوا تحضروا فرحي. اصل انا وكسانه قالت لي ايه؟ قالت لي هستناها في الاوضه من 11 ل 12 وبعدين اقابلها في الصاله 12، فهاتوا انتوا بقى عرايسكم وتعالوا بقى احتفلوا معانا. لا ثانيه واحده، اصل انا برضو وكسانه قالت لي اقابلها هنا 12 وافضل برضو ساعه في الاوضه. انا بقى قالت لي اقابلها هنا 12 بس استنى ساعه ل 10 في الاوضه، يمكن عشان سني. ثانيه واحده يا جماعه. خير. انا اكتشفت الملعوب اللي البت ده عاملاه. ملعوب؟ البت دي عايزه تنظف الصاله
ومش عايزه حد يغلوش عليها، فراحت مقعدنا في اوضه. ممكن بلاش هبل بقى بومبا، واللي هيجيب سيره وكسانه على لسانه والله العظيم تضربني بالقلم يا بابا عشان واحده. الواحده دي بعد دقايق هتبقى في مقام امك يا كلب. ايه ده؟ ايه ده؟ هي؟ هي؟ تعالوا كده بصوا. حبيبي تيمون، حبيبي بومبا، حبيبي ايد. انا تعرف ان انتوا دلوقتي متجمعين في الصالة، ودلوقتي هقول لكم السر اللي كنت مخبياه عنكم. ما تدوروش على الشنطة بتاعت فرح عشان انا خدتها. انا كنت مراقبة الموظف بتاع شركة التأمين من ساعة ما خرج من الشركة. اطلع اصلا. عينينا ابو كبات. وعلى فكرة أنا مش وكسانة من ليتوانيا، أنا عبير من الطلبية. يا نهار اسود. ضعنا يا جماعه، ضعنا. يعني كل ده كانت بتشتغلنا كلنا؟ مش دي المشكله دلوقتي. المشكله هنقول لفرح ايه على الفلوس اللي ضاعت، هنلمها لها ازاي؟ هم كانوا مليون ولا كانوا مليار ولا يا ريت مليار. مليون يا ابني، مليار ايه بس؟ كانوا مليون. بس انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نخش جمعيه ب 100 جنيه لمده 40 سنه، ونقبضها الاخر، وناخد الفلوس دي نحطها في بنك تعمل فوائد خلال 40 سنه، يعني خلال 80 سنه نكون مرجعين لها الفلوس. حلو. انا بقى في ال 40 سنه دول مستخبي في الدولاب. الساعة كام يا ولاد؟ لا فكك من الساعه، انت لابس كده ليه يا جدو؟ لا أصلي معزوم في الكلاب. فكك يا حبيبي من الكلام ده، وكسانه نصبت علينا احنا الاربعه. يعني وكمان بنت اه يعني لا أولا يعني